إخواننا السلام عليكم. هذا هو الهدف المرفوض لفريقنا الوداد الرياضي. ماشي هو أول هدف غادي يترفض ولا آخر هدف، مازال أهداف غادي نسجلوهم غادي يترفضوا بعد ما كنا كنقولوا ماركيها وما كاينش اللي يحيدها لك. دابا ولنا كنماركيو وكيحيدوا لنا الأهداف. علاش؟ شنو السبب؟ والله ما عرفنا السبب. المهم الإخوان، هذا هو الهدف، ها الإعادة ديالو واللقطة واللحظة ديال الخروج ديال الكرة هي بالعرض البطيء. اللحظة ديال الخروج ديال الكرة مشات فشي سرعة كبيرة. وشوف هنا البوزيسيون اللي واقف فيها اللاعب مسدد، والبوزيسيون اللاعب اللي محتمل انه يكون متسلل، والحارس. يعني الحارس كيشوف اللاعب اللي كيسجل كيف ما كتشوفوا هنايا، يعني اليني معاه، ما كاينش شي حاجز بيناتهم، ما كاينش شي واحد متداخل معاه في اللقطه اللي غادي يضرب فيها كره. وبالتالي الكره مشات قدامه وما قدرش يلحقها، وهدف. هذا تحليل ديال الله يحسن العوان. كيجي الحكم هنا كيعيطوا ليه، هو راه شاف اللقطه هدف، الحكم ديال الشرط شافه هدف، الحكم ديال الفار شاف الدرابوات، ما قيل الدرابوات بقاو كيمشيو يجيو عليه دوخوه. وشوف من حسن الحظ ديال النادي المكناسي ان اللقطه وقفات، الدرابوات ما حجبوش الرؤيه. هما الدرابوات ما حجبوش الرؤيه، واللاعب ديال الوداد حجب الرؤيه على الحارس. كي دار تحجب عليه الرؤيه وداخل مع اللقطه، الله اعلم بعلامه حق. ها انتم كتشوفوا اللقطه هنايا، ها هي مع التير، كره مشات. اللاعب هنا اش غادي يدير؟ ما دارش شي جيست اللي من الشأن ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا، ما دارش شي جيست اللي من الشأن ديالو يغير المسار ديال الكره ولا يشوش على الحارس. ما داخلش مع اللقطه بهذا المعنى، وتجيو تحكموا علينا بالتداخل. والله حتى عيب وعار عليكم، عيب وعار. وغادي نبقى ندعي عليكم حتى الغدا امام الله على الشيء اللي كتضيعونا فيه، وكتخليو الجمهور على اللي معصب، على اللي مكشكش، على اللي مغرغر بسبب هذا الظلم التحكيمي اللي كتعرض ليه الوداد. باغي شي فرقه تعطيوها البطوله، عطيوها البطوله، ما كاين حتى شي مشكل. حنا راه لاعبين معكم على الثانيه. علاش هادشي وانتم كاع شاكين في الوداد؟ زعما غادي تقدر زعما دير شي حاجه؟ حشومه، عيب وعار. هادو خطوط، هادو واش هادو خطوط؟ حشومه عليكم وعيب وعار. تسوقوا البطوله فيها درابوات بحال ما هكا حاجبين الرؤيه على كاميرا. عطيناكم الكاميرا، دير لهم شي بلاتفورم من الفوق بعاد على الدرابوات، بعاد على كذا. راه كنمشيوها بكاميرا عاديه وكنتفاداو الناس وكنعطيوكم احسن صوره. والسلام عليكم. هذا الله.